اهلا بيكم. بدون مقدمات، انا ما بحبش التمثيل، ما بحبش ان انا امثل. يعني انت لو جبت لي سكريبت كده وقلت لي عايزين القطعه، هذه القطعه الفنيه من الحروف والكلمات الرائعه، عايزين ان انت تمثلها لنا، اقول لك لا لا، ابعدنا عن التمثيل. انا ليا تجارب يعني شنيعه موجوده على اليوتيوب، عايز امحيها من الذاكره، مش عارف. بس ده مش موضوع، مش عايزين نتكلم في الموضوع ده دلوقتي. بس الفكره بقى، لو انت جبت لي نفس السكريبت ده، نفس السكريبت الرائع ده، وبتقول لنا ايه رايك تخرج لنا السكريبت ده، يعني تمسك كده انت هتدير كده اللوكيشن كله وهتخرج لنا ايه المقطع اللطيف ده، هقول لك اوكي ماشي، الاخراج لطيف، حاجه لطيفه، خلينا نجرب. ولو جبت لي برضو السكريبت ده متصور وبتقول لي ايه رايك بقى السكريبت ده، احنا خلاص صورناه، عايزينك تمنتجه لنا. اوكي، هو المونتاج بيتعب شويه وبياخد فترات طويله، بس انا بمنتج بقالي كتير، ويعني الموضوع مش وحش، الموضوع لطيف انك تلاقي ايه حاجه اللي انت منتجتها كده طلعت للنور وخلاص، الفاينل كات كده، وانت معاك النسخه الاخيره وبتتفرج عليها بعد المونتاج. ده احساس لطيف برضه، ساتسفاكشن كده. ولو جيت قلت لي بقى احنا ما عندناش سكريبت خالص وعايزينك ان انت تكتب لنا السكريبت من الاول للاخر، اقول لك خوي معاك وانت ترنتينو، هكتب لك حوارات وحاجات محترمه، يعني مش هكسفك خالص. لكن تمثيل لا لا، ابعدوا عني، ما بحبهوش، مش عايز اكون ممثل، مش عايز اكون بمثل في اي حاجه. الكلام ده لحد ما الشيخ ادم في يوم ادهم. شيخ ادم، والله طولت علينا يا شيخ، والله طولت علينا. يلا عشان هتروح تمثل. شيخ بعد اذنك، هي مش ناقصه خالص، ما تهزرش معايا بعد اذنك، ما تهزرش معايا بعد اذنك. انت يا ادم مفيش وقت لكل الكلام ده، لسه عندك ورق وكشف طبي المفروض يكونوا جاهزين، فيلا بعد اذنك. طيب انا محتاج افهم على الاقل. هتفهم بعدين. لا لا لا، انا امثل؟ مستحيل امثل، مستحيل ده يحصل. ايوه، انا طلعت فيلم وفضلت امثل فيه لمده سنه، او ممكن اكتر شويه كمان. كل حاجه بدات في شهر 7 2022 لما خلصت الكليه بتاعتي وخلاص انا اتخرجت، وعملت الفيديو العظيم اللي انا بعتبره مشروع التخرج بتاعي. الرحله ما كانتش سهله يا جماعه، رحله 16 سنه تعليم ما كانتش سهله، الرحله اللي ابتدت هنا وانتهت هنا. وايوه، جه الوقت بعد اكتر من سنه انكم تعرفوا 2023 راحت فين، انا كنت فين في 2023، وايه قصه الفيلم اللي انا مثلت فيه، اللي انا فضلت اصور فيه لمده سنه. انت لو هتيجي تسالني، انا ما كنتش عايز اروح، بس الفكره انه غصب عني. وانت ممكن تقول لي يا عم عادي ما تروحش، يعني ايه المشكله، وانت ممكن ترفض، يعني انت كده ممكن تكون لسه مش فاهم قوي، بس هتفهم، هيجي يوم من الايام وهتفهم ممكن تتحط في موقفي. في حاجه دايما بتحصل لما انت تيجي تتفرج او تقرا او تسمع حاجه معينه، شيء معين، عمل معين لشخص معين عامله، وان في حاجه اسمها ما بين السطور، وان هو بيبقى حاطط لك حاجه ما بين السطور او فكره ما بين السطور. هي دي الفكره الاساسيه، هي دي الفكره اللي هو عايز يوصلها لك، بس هو مش عايز يوصلها لك بطريقه مباشره، بطريقه ان هو يقول لك في وشك خد هي دي الحاجه اللي انا عايز اقولها لك. ودي بتبقى حاجه لطيفه لو انت فهمت فعلا ما بين السطور، وان انت قريت فعلا ما بين السطور، هتكون حاجه لطيفه جدا، وانك هتستمتع بالعمل ده اكتر. يا ريت نقرا ما بين السطور. بس الاهم من كل ده، انا مش عايز امثل. بعد ضغط من اهلي ومن الشيخ ادم، كان لازم ان انا اروح، كان لازم ان انا اروح واصور الفيلم ده. وفعلا في شهر 8 2022 جهزت ورقي وخلصت كل حاجه، خلاص المفروض ان انا اروح واصور الفيلم ده. والفيلم كان طالب مني اني احلق شعري واحلق السكسوكه، لانه فيلم مهم وفيلم كبير وما ينفعش فيه اي غلطه. مده تصوير الفيلم هي سنه تقريبا، سنه هفضل رايح جاي بصور شويه اجازات شويه لمده سنه او اكتر شويه برضه، عشان الحاجات دي بتفرق. التجربه كانت جديده عليا، وما اضحكش عليك، في لحظات كده في البدايه كنت ببقى متحمس، قبل ما ابدا خالص تصوير كنت ببقى متحمس للتجربه دي، وخلينا نشوف تجربه جديده ويلا بينا. بس بعد كده الموضوع ابتدى يبقى اصعب، بعد كده انت بتتعود على الوضع، بتتاقلم معاه بصعوباته بحلوه بوحشه، بتتأقلم عليه، وبيبقى عادي، بيبقى صعب، بيبقى متعب، بس بتتأقلم. في يوم 12/10 2022 بدأنا أول يوم تصوير، وأول يوم كان صعب، كان مهين. انت دايما بتسمع ان ده دخل يصور الفيلم ده فاتفحت، والموضوع كان صعب ويعني ما قدرش يستحمل، بس اتعود واحده واحده. بس انت مش بتفهم ومش بتعرف حاجه غير لما فعلا تجرب وتشوف بعينك، وده هو اللي حصل. فضلنا نصور لمده 25 يوم، 25 يوم متواصل، نفس الناس، نفس الاشكال، نفس الاكل، نفس الشرب، نفس كل حاجه. وبالنسبه لشخص يعني بيصنف نفسه شخص مش اجتماعي اكتر حاجه، ودايرته مش اكبر حاجه، يعني الموضوع كان صعب جدا، ان انت بتتعامل مع كل يوم مع ناس كتير جدا، مع اعداد مهوله، بطباع مختلفه، بثقافات مختلفه، بطريقه مختلفه، بلهجات مختلفه. الموضوع بالنسبه لي كان صعب. هو في ايه، هو هينفع يعني، هو اوبشن ان انا اكمل، ولا انا يعني ههرب مثلا؟ لحد ما الحمد لله جه الوقت ان احنا ننزل اجازه، يعني اجازه صغيره كده. وفعلا نزلنا الاجازه، كانت اول اجازه، ويا لها من اجازه يا الهي. بس كعاده الاوقات اللطيفه الحلوه بتعدي بسرعه، الاجازه طارت ورجعنا تاني المكان اللي احنا المفروض هنصور فيه، والمفروض بقى
بقى كل واحد يتوزع على اليونت اللي هو هيكون موجود فيه وهيفضل موجود فيه لمدة سنة. انت خلاص اتوزعت، سيستمت دماغك على اليونت دي، الوحدة دي انت هتفضل موجود فيها، المكان ده اللي انت هتفضل تصور فيه لمدة سنة. من بداية السنة انت مش فاهم حاجة، انت في الاول والاخر داخل على الشغلانة دي جديد، في ناس كتير اقدم منك، في ناس قدام وهي بتمشي بالادمية وانت لسه جديد، فكده كده انت تايه واصلا داخل وخايف ومقلق، انت مش فاهم حاجة، مش فاهم ايه اللي بيحصل. في بداية السنة لما كنت داخل كنت بحاول احمس نفسي واقول يلا تجربة جديدة، خلينا نجرب، خلينا نستفيد. بس بعد كده لما ابتديت خلاص اخش في الجد بقى وشفت الوضع كنت قلقان، وزي ما بقول لك كنت تايه. السنة عمالة تعدي وتعدي، تحصل مشاكل، تحصل حاجات حلوة، تحصل حوارات، بس انت زهقت، انت عايز ترجع تنام وتصحى براحتك، عايز تاكل وتشرب زي ما انت عايز، عايز تلبس زي ما انت عايز، ما تبقاش مرتبط بحاجة معينة، عايز تطول شعرك عشان هناك انت ملتزم بشخصية معينة وبشكل معين لازم ما تغيرهوش عشان الشخصية في الفيلم. انت خلاص زهقت، انت عايز ترجع حر. السنة خلاص بتخلص وقدها متعلق بالمكان، اتعلق بالناس، حب الناس، حب صحابه اللي قابلهم هناك. مشكلة انا زي ما قلت اكتر من مرة ان انا بتعلق بالاماكن وبالشخصيات، ممكن تكون بشكل سهل شوية، او لو قضينا وقت لطيف مع بعض او مغامرة او ايا كانت ممكن اكون فاكر الوقت ده يعني زيادة عن اللزوم. المفروض ان انا خلاص يعني وقته عدى، بس انا ببقى فاكره وببقى حابه وببقى عايز ان الموضوع يتكرر تاني وان احنا نقضي المغامرة دي تاني مع بعض، مع ان في ساعتها انت ما كنتش، ممكن تكون مش مبسوط او انت مش احسن فترات حياتك، بس انت بتتعلق بالمكان. يعني انا قضيت سنة في المكان ده، زي ما شفت مرمطة وتعب وحوارات ومشاكل، شفت برضو اوقات لطيفة يعني اوقات حلوة، يعني فلة وسهر وعيش وملح وفلافل وشيبسي، فاهم، حوارات كتير. انا اتعلقت من المكان وحبيت الناس، ما اقدرش اقول بنسبة 100% ان انا خلاص عايز ارجع هناك واعيش حياتي كلها، اكيد لا، اكيد انا مش عايز ابقى بعمل كده، بس شعور الحنين للماضي حتى في وقت مش لطيف، بس اللي اتضح لي اللي بيبان او اللي بيطفو كده على السطح الاوقات اللطيفة، الاوقات الحلوه، الاوقات الفله، السهر، الاكل، الشرب، الهزار، فاهم، هي دي الحاجات اللي بتبان. الحاجات الوحشه بتختفي، مش بتشوفها خلاص، بتفتكرها في اضيق الحدود او مش بتضايقك دلوقتي لان باختصار الموقف عدى خلاص. فاصلا الموضوع خد مني وقت ان انا اقدر استرجع حياتي واقلم حياتي على الوضع القديم بقى اللي هو ما كنت عليه قبل ما اصور الفيلم والحوارات دي. حياتي خلاص بقت متسيستمه على وضع معين، بصحى في وقت معين، بلبس لبس معين، شعري عامله بالشكل الفلاني عشان الشخصيه، باكل الاكل الفلاني، خلاص انا حياتي متسيستمه. وعملت الحوار ده لمده سنه، لمده اكتر من سنه. بعد كده انا ارجع لحياتي الطبيعيه بعد كده وخلاص بقى في اللهو واسهر براحتي واطول شعري واتعامل مع الناس اصلا بقى بشكل طبيعي. خلاص انا بتعامل مع ناس دلوقتي عاديه، مش مخرج ومنتج وممثلين، لا انا بتعامل مع ناس دلوقتي عاديه. فقعدت فتره عشان استرجع حياتي مره تانية يعني. انا حابب ان انا بعمل الفيديو ده دلوقتي لان انا كنت مخطط له من زمان. انا حابب، اتمنى انك تكون يعني ودلوقتي انا ما اقدرش اقول ان انا ما اتعلمتش حاجه من تجربه الفيلم ده. زي ما كان ساعتها انا كنت متضايق ومتعصب وزعلان ونفسيا مش احسن حاجه وحاسس ان انا مضغوط وكده، دلوقتي بحاول ان انا اطلع بالحاجات الكويسه منها، اشوف انا اتعلمت ايه من المرحله دي، اتعلمت ايه من التجربه دي، اتعلمت ايه من الناس اللي كانوا معايا. بحاول ان انا اتعلم وان انا اطلع الحاجات الكويسه اللي كانت بتحصل وان انا ما اشغلش دماغي بالحاجات الوحشه والسيئه اللي كانت بتحصل يعني. وانا فعلا اتعلمت ان انا اعتمد على نفسي اكتر، اتعلمت ان انا اتحكم في فلوسي اللي معايا، اتعلمت ان انا فعلا اهتم بنفسي، انا هاكل مثلا كذا، انا هخلي بالي من الحاجه دي. كل الحاجات دي انا اتعلمتها من تجربه الفيلم ده. فكره ان انا اشتغل مع تيم دي حاجه ما كانتش عندي، ان انا اشتغل مع تيم المفروض ان احنا هنتفق على حاجه معينه وطريقه معينه هنمشي بيها وان احنا هنطلع الشغل بيها، فدي ما كانتش موجوده عندي. دي حاجه انا اتعلمتها برضو من الفيلم ده. بس بجد يعني اكيد السنه دي ما كانتش جميله وفيها حاجات كلها اتعلمت منها حاجات لطيفه، لا كان في حاجات سيئه كتير وفي حاجات كتيره وحشه حصلت معايا يعني. فانها كانت سنه مروعه وغريبه وانا هفضل مش فاهم السنه دي على الاطلاق. بس الفكره ان انا في اوقات كده ببقى قاعد مع نفسي انا عايز ارجع للسنه دي، انا عايز اقضي الاوقات اللطيفه اللي انا كنت بقضيها هناك. اللي هو الفكره ان ايه، ان انا عايز ارجع للسنه دي واقضيها تاني بس بشروطي، بالاوقات اللطيفه، بس بالاوقات اللي احنا كنا بنفلها وقاعدين بنعمل اللي احنا عايزينه. ويا الهي على الدماغ والذكريات والكلام ده، انك من كام شهر لسه او يعني السنه اللي فاتت كنت خلاص اللي هو انا عايز اخلص السنه دي، انا مش عايز افضل قاعد هنا، مش عايز اكمل الفيلم ده
انا عايز اطلع وابقى حر والكلام ده. بس دلوقتي رجعوني هناك بس اقعد مع اصحابي شويه، كنا بنفل برضو الدنيا وعمالين نعمل ايه والوقت لطيف وبتاع. يا على الدماغ البشريه يا بقى. الفكره انها فتره في حياتك، ممكن تكون فتره مش احسن حاجه، بس الانسان عادي هيمر بفترات مش ألذ حاجه في حياته، انت لازم تتاقلم معاها وتعديها وتبقى عارف انها فتره وهتعدي ان شاء الله وتستمر. خلاص يلا خلصنا الفتره دي نشوف ايه اللي بعدها. بس اللي مضايقني شويه الناس اللي انا اتعرفت عليهم، وانا زي ما قلت لك ان انا يعني بتعلق بالناس ممكن شويه لو يعني جمعنا اوقات لطيفه او كده وقت لطيف. فمن الحاجات اللي مضايقاني ان انا اتعرفت على ناس فعلا ممكن انا ما اشوفهمش تاني، فعلا ممكن ما تجيش فرصه ان انا اعرف اشوفهم تاني في هذا الكوكب يعني. بس دي حاجه من الحاجات اللي مزعلاني. بس هتعمل ايه، لازم تشوف اللي جاي وتشوف الفيلم اللي جاي اللي انت داخل تصوره يعني، مش بالمعنى الحرفي يعني، عشان انت لو خدت الفيديو ده بالمعنى الحرفي يعني تمام يلا. وانا اللي انا اعتقده يعني اننا هنفضل نصور افلام دايما، بس هنفضل دايما في مراحل وحاجات بنخش فيها وبنطلع، تجارب بنخش فيها وبنطلع، في حاجات بتنجح في حاجات مش بتنجح. الفكرة ان احنا نعمل اللي علينا، نجتهد نستعين بالله ان احنا خلاص احنا عايزين نعمل اللي علينا في الحاجة دي وخلاص استعنا بالله. خلاص انا عملت اللي عليا وانا هخلص التجربة دي انا فيها دلوقتي. دي حاجة جامدة جدا انك في الحاجة وانت في التجربة نفسها اعمل اللي عليك، جيب اخرك في التجربة دي عشان لما التجربة تخلص خلاص انا عملت اللي عليا في التجربة دي، خلاص انا عملت اللي عليا يعني، انا استعنت بيك يا رب وعملت اللي عليا، تكون مرتاح مع نفسك كده نفسيا انك عملت اللي عليك. بس يعني دي كانت قصة حقيقية 100%، وانا مش عايز اوضح اكتر من كده. وانت لو صورت فيلم قبل كده او يعني تعرف حد صور فيلم قبل كده وكان مع كاست كبير فضل يصوره لمدة طويلة، على حسب بقى فضلت تصوره قد ايه، هتكون فاهمني كويس. وانت لو عديت بالتجربة دي فانا فخور بيك، فخور بيك جدا زي ما انا فخور جدا بنفسي يعني. وانت لو وقع عليك الاختيار انك هتروح تصور فيلم قريب او كده فاللي انا عايزه منك انك تستعين بالله فعلا، تبقى عارف انها فتره وهتعدي وان عادي قشطه خلاص هعدي الفتره دي ومفيش اي مشكله ان شاء الله. ربنا هيبقى واقف معايا وكل الكلام ده، وتحاول ان انت تحمس نفسك وانا هطلع منها بالحاجات الكويسه. عارف انها بتبقى حاجه صعبه وحاجه فعلا مرهقه ونفسيا مش احسن حاجه، مش هتكون احسن حاجه خصوصا لو انت مضطر ان انت تروح يعني. بس قشطه. وبس يعني قصه من القصص اللي انا حكيتها على القناه بتاعتي اللي عادي ممكن تكون انت مش مهتم اصلا انك تسمعها، بس انا بحب ان انا اوثق الحاجات اللي انا بعملها في حياتي واللي انا عملتها في حياتي. انت بتتفرج على واحد بيحب يوثق الحاجات بتاعته، مش كل حاجه، بس فكره الفيديو ده كنت لازم ان انا اعمله جدا، وانا كان في دماغي من ساعه وانا كنت في التجربه نفسها في السنه نفسها وانا بقول ان انا عايز اعمل الفيديو ده، حتى من قبلها تقريبا من قبل ما انا ابدا ان انا اصور الفيلم وانا بقول انا اكيد بعد ما اطلع ان انا هعمل حاجه عن الفتره دي يعني. لازم يكون في حاجه، مش عارف الحاجه دي هتبقى ايه بس لازم يكون في حاجه. والحاجه هي انتوا بتتفرجوا عليها دلوقتي، طلعت بالطريقه دي بالشكل ده، حلقه من حلقات الشيخ ادم. احفادي يتفرجوا عليها اكيد بعد سنين كتير ان شاء الله بس هكون فخور بالفتره دي وان انا عديتها. وبس يعني دي كل حاجه عندي، فانا اتمنى لك التوفيق لو انت داخل تصور حاجه قريب او ايا كان الحاجه اللي انت داخل عليها، ايا كانت المرحله اللي انت داخل عليها، التحدي اللي انت داخل عليه، بتمنى لك التوفيق فيه، بتمنى لك ان ربنا فعلا يقف معاك. استعين بربنا جدا وخليك قريب من ربنا. وبس يعني انا بحبك جدا، بحب اي حد بيتفرج، ممتن لاي حد بيتفرج. وبس يعني ربنا يهدينا جميعا ويصلح حالنا. فعلا اتمنى لكم التوفيق يعني، وبحبكم جدا، بحب اي حد بيتفرج. وشكرا يعني، شكرا انك وصلت لحد دلوقتي. فبس كده، دي كانت كل حاجه، ودي كانت حلقه من حلقات برنامج الشيخ ادم، البرنامج القريب الى قلبي واللي بيحسسني ان انا يعني بعمل حاجه، بيحسسني بحاجات حلوه، بيحسسني ان انا يعني جنب مشاكل الحياه او ايا كانت الحياه ماشيه ازاي، بتبقى حاجه حلوه ان انا ارجع اعمل فيديو او اشوف الفيديو وهو خلاص انا خلصت الفيديو ودلوقتي بنزله على اليوتيوب. وفعلا ما بقاش شاغل دماغي مشاهدات مش عارف ايه، اكيد ببقى عايز ناس اكتر تتفرج عليه، بس فعلا ببقى عامله عشان نفسي، عشان انا فعلا بحب كده يعني، بحب ان انا اصنع فيديوهات يعني. فبس يعني شكرا جدا، شكرا بجد يعني. وبس اشوفكم ان شاء الله في الفيديو الجاي يعني، في الفيديوهات القادمة. وبس شكرا جدا، سلام. ادعوا لفلسطين، احنا مش ناسيين، وهي موجودة دايما، موجودة دايما في قلوبنا يعني، وموجودة حواليا يعني، بتظهر هنا بتظهر هنا بشكل او باخر. ف ادعوا لفلسطين، ادعوا لاخواتنا في السودان، ادعوا لكل اخواتنا المستضعفين في كل مكان. وبس، سلام.